أديت شمر مديرة العلاقات العامة في مستشفى العائلة المقدسة. توجهت إلي الدكتور أمال بشارة على أساس نهتم في المساعدة في التبرع بالدم عشان شاب من الناصرة اسمه أمير غنيم اللي بنتمنى له الشفاء العاجل. وإحنا كمستشفى العائلة المقدسة في الناصرة إدارة وأطباء ورهبان ورهبات وموظفين كلنا وممرضين وممرضات أعلنوا عن استعدادهم لدعم هذا المشروع. فعنا اليوم الثلاثاء وبكرة الأربعاء من 9 الصبح ل5 المغرب، وحتى إذا اضطرينا ممكن نكمل ليوم الخميس لنقدر نهيئ وجبات دم، مش بس عشان أمير، عشان إحنا يكون كمستشفى وكأهل بلد موقفنا أقوى في بنك الدم، لأنه ولا مرة بنك الدم عم بقصر إنه يعطينا لأي عدد من الوجبات إحنا بنحتاجها. فعشان هيك إحنا بفكر لازم يكون عنا الوعي إنه يكون لنا مخزون في بنك الدم، ويكون عنا بطاقة شخصية لكل واحد. الله لا يعز ولا حدا، بس لازم بطاقة شخصية لكل واحد، عشان إذا أي حدا من العيلة بيحتاج دم وبأي كمية بقدرها بيقدر ياخذها. فأنا بفكر إنه التجاوب والوعي اللي موجود عند الأهل، وحضرتك شفتيه أصدقاء اللي بيعرفوش أمير، ومش بس عشان أمير، إحنا قلنا الحملة كلنا أمير غنيم، بس مش بس عشان أمير، عشان البلد ما أحلاها لما بتهب هبة رجل واحد لدعم أي مشروع إنساني طبي. إن شاء الله منضل نساعد وما بنحتاج إنه حدا يساعدنا. والسلامة لأمير والمحبة لعائلته، لأهله، لجده، لسته، لإخوته، لعمومته. ونتأمل إنه آخر هذا الشهر أمير يمرق عملية زرع نخاع شوكي ويطلع منها، لأنه بالفعل بطل ومتحدي وسلامته.